السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا طريقه تزيين ديال هذا الصابلي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للصابلي والعجين السكريه غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. نطلقوا دابا المقادير وطريقه التحضير. ندور على بركه الله بالمقادير. كاين عندنا هذا الصابلي دائري على هذا الشكل، وكنحتاجوا عجينه السكر بيضاء والبرتقاليه. كنحتاجوا شيته النقاش، هذا القلم الخاص بالحلويات، عقيق الحلويات، وهذا المرشم نفس المرشم هذا اللي رشمنا به هذا الصابلي. وكنحتاجوا بيستولي، اي نوع بيستولي بغينا، والنقاش. العجينه ديالنا البيضاء هي دلكناها، كذلك البرتقاليه كناخذوا نفس الطابع. باش طبعنا صابلي كنقطعوا كل صابلي كنحتاجوا فيها جوج دوائر، ولا حبه صابلي غنحتاجوا فيها جوج دوائر. بهذا الشكل هذا نقطعو. ناخذوا النقاش ندهنوا صابلي بهذه الطريقه هذه، وكنلصقوا وحده. كنحاولوا اننا نجيبوا الحروف مع الحروف ديالها، وكنجيو لهنايا كنديروا النقاش غير في النصف. كنلصقوا فيه عجينه السكر. من بعد خطوه اللي موراها كنديروا ليها بحال هكا، كتجي حتى لهنا كنضغطوا عليها بحال هكا. بعد ما درناها في البيستولي كنشدوا النقاش وكنديروا هاد البيص هكا، وكنديروا البيضه ديالنا من هنا عندها كتشد لنا هاد البلاصه هادي، وكنطبعوها بالقلم الخاص بالحلويات. كنتقوى باش كنثبتوها، وكناخذوا العقيق كنخشيو واحد العقيقه فيها. هذا هو الشكل ديالها. الصابلي ديالنا ها هو واجد. الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم واشتركوا في القناه. السلام عليكم.